المتحدة أسفر تقدم تنظيم داعش في منطقة الرمادي إلى نزوح ما لا يقل عن 55 ألف شخص عن منازلهم، ومنعت السلطات الحكومية عددا كبيرا من هؤلاء بشكل مؤقت من الوصول إلى مناطق أخرى في البلاد خوفا من تسلل مسلحين بين المدنيين إلى مناطق آمنة. بنرحب بحضراتكم من جديد مرة تاني. بنرحب بدكتورة بان العاني، محللة في الشؤون العراقية. مشرفانا يا دكتورة، اهلا وسهلا بيكي. اكيد طبعا يعني من الشرف لي ان يكون حد عراقي موجود، اكيد هيتحدث بشكل واضح وبشكل اكثر تفصيلا عن مجريات الامور الان في العراق. بكل اسف بعد ما نظن ان هذا التنظيم يعني تكسر شوكاته ما بين حين واخر، يحدث تقدم واضح وكانه بيجدد نفسه ويجدد نفسه من جديد بالاسلحه وبالعتاد وبالمال وايضا بالجنود. يعني من اين له بهذا الانضمام؟ من أين له أن يأتي بالمال ويأتي بالسلاح ويتجدد ويتكاثر في العدد الجنود؟ هذا ربما شيء يحتاج مزيد من تفصيل، فلو حضرتك تطلعين على جزء من هذه الحقيقة. أكيد. هو جزيل الشكر للاستضافة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. وأكيد في ثوابت أنه 3 دول، إيران، أمريكا، تركيا، وراء امداد التنظيم داعش بكل القوة دي. أمريكا وراء ذلك؟ أمريكا، أنا قلت إيران، أمريكا، تركيا. كل يعني واحدة فيهم لها مصلحة خاصة. يعني التفصيلات بقى بتاعتهم يا دكتور. التفصيلات، إيران رغبتها في عودة الإمبراطورية الساسانية الفارسية وسيطرتها على العراق. وقلت أنا أنه من فترة أنه المتحدث باسم الرئيس الإيراني قال أنه الإمبراطورية الفارسية عادت وعاصمتها بغداد. اتقالت واتحكى عنها في وسائل الاعلام كلها. تمام. بالنسبه لامريكا، امريكا دائما عندها الاستعداد ان هي تعمل اي شيء بعيدا عن ما داخل امريكا، فهي تشغل العالم كله باحداث خارج حدودها، ان كانت امريكا او اوروبا. بالنسبه لتركيا بتبحث. خلينا في امريكا الثانيه بس يا دكتوره، يعني هي ده بيتناقض مع التنظيم اللي هي متزعماه، يعني التحالف الدولي هي متزعماه الولايات المتحده، يعني هي بتقاتل نفسها بنفسها. مش بتقاتل نفسها، هي بتحمي نفسها. بتشغل شعبها او اي حاجه، او اي انها تبعد الخطر عن اراضيها. تمام. ده مش انا بس اللي بقوله. لا، ما هو احنا دي افكار احنا بنقولها بس مش مستندين للاسف على واقع ملموس. لا، ما هو الواقع الملموس موجود اهو، ان تنظيم داعش بوقت ظهوره فجأة ظهر في 2014. كلنا قلنا صناعة أمريكية. صناعة أمريكية. لكن انت لو فعلا بصيت لتنظيم داعش هتلاقيه صنيعة إيرانية، وما زلت أأكد انها إيرانية، أمريكية، تركيا. تمام. لو قلت إيرانية ليه؟ أول ما يعني مجرد ما دخل تنظيم داعش للعراق دخل المحافظات السنية. هل من المعقول أن السنة يحاربون أنفسهم؟ هل أنت عشان تدافع عن محافظة سنية تعبت من حكومة المالكي تقتل أبنائها؟ في قرية بروان تحديدا في بعقوبة اتقتلوا 70 امرأة، من ضمنهم سيدة كانت لسه في حالة والدة بقالها أسبوع. هل ده يدل ان انا بحب السنه؟ تدمير جميع المكتبات في الجامعات الحكوميه اللي في المحافظات السنيه، ده من مصادر موثوق فيها، انا واثقه ان انا بالكلام اللي بقوله. بالنسبه لامريكا، فعلا امريكا اصل التنظيم محتاج لدعم مادي كبير، فالدعم المادي ده اكيد مش ايران اللي هتكون لوحدها فيه. وبرضو أنا قلت لك إن هي بتحافظ على وجودها الخارجية، وجودها بالإضافة إن هي بتحارب روسيا. أمريكا لما لقت نجمها ابتدى يفل ابتدت تحارب، تدخل إن أنا موجودة، إن أنا شغلت العالم كله بتنظيم داعش. شغلت العالم كله. تركيا بتسهل حدودها وبتدخل أسلحة وبتدخل عتاد وبتدخل كل جميع الجنسيات، إن كانت شيشانية، إن كانت أذربيجانية، ده كل جنسيات العالم، يعني كل جنسيات العالم بتدخل، بتتسرب من تركيا، بتدخل عن طريق تركيا. تركيا بتحافظ إن هي عايزة تخلص من المشكلة الكردية بأي طريقة كانت، بأي طريقة. بالإضافة إن أردوغان الانتخابات، هو داخل انتخابات في 7 يونيو القادم، فبيعمل اي حاجه ان هو بيحافظ على الشكل العام ليه والحكومته، حكومه الاسلاميه بتاعته، حكومه حزب الحريه والتنميه. الدول الثلاثه دي بتتناحر ما بينها او بتثبت انها بتدافع عن العراق. بالاضافه انه امريكا مستفيده ماديا من اللي بيحصل ده، وايران
ايران البنك المركزي بالدعم وبان البنك المركزي العراقي قبل ما تنزل الفلوس فيه بتنزل في البنك المركزي الايراني، وبعد كده بتتحول الاموال دي للبنك المركزي العراقي. طيب انت كده حضرتك بنتكلم عن حرب اقليميه، ده مش حرب بس شعب العراق في بعضه او شعب بيواجه تنظيم، لا ده احنا بنواجه بقى شعوب بتواجهها العراق، وطبعا من المستحيل ان هي تواجه الشكل ده او الكميه دي لوحديها، يعني لن تستطيع ذلك. كان في تصريح النهارده للسفير العراقي في ايطاليا السفير سيوان برزاني قال فيه ان هي دي حرب بالوكاله ما بين دول، حرب الوكاله بتدار على ارض العلاقه على ارض بلاده، وان لابد ينبغي من الضغط لعدم تسليح هؤلاء الجهاديين باي حال من الاحوال، لابد من عدم تسليحهم واولادهم بالمال. تصريح ربما يكون غاية في الأهمية وإن احنا لازم نتوقف أمامه. حرب بالوكالة على أرض العراق، وده ينطبق مع كلام حضرتك. ما فعلا الحرب بالوكالة هو الدولة الكرد بينادوا بالانفصال مع حدود انه الحصول على محافظة كركوك الغنية في البترول، الغنية في البترول. البيشمركة عبارة عن ميليشيات هي شبيهة بالميليشيات الشيعية، عندها الاستعداد للقتال في أي شيء في سبيل الحصول على الأرض والمال. وهي يعني أوصفها لك بكأنها عبد مملوك للحكومة الكردية. طب وما ليه العراق بتعول عليها؟ بتمدوها بالسلاح، مصالح، مدوها بالمال، دعموها عسكريا، دربوها، الولايات المتحده الامريكيه بتدربها، وهم دول اللي بنعول عليهم ان هم يحاربوا التنظيم. مصالح عشان ما تتضربش معاك. من اسبوعين الحكومه العراقيه المركزيه في بغداد والبيشمركة والحكومه الكرديه في الشمال كان في بينهم مشاكل، في بينهم مشاكل كبيره لدرجه انهم الاثنين رفضوا يقعدوا على طاوله واحده في اجتماعات موحده، وبعد كده